السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس وانتم تفرجوا في هذا الفيديو. اليوم جيت ندير معكم وصفتين، وصفه تاع دي ميني كيش بالسلق والفرماج يجوا بلا العجينه. طريقه التحضير تاعهم سهله وبسيطه في نفس الوقت والذوق مميز. وعندنا كذلك لو جو دو بوم، هذا يجي بزاف بنين، الذوق ديالو اندي غير انا ناكلو في لا كومبوت دو لا بوم، يجي بزاف هايل. شوفوا معايا هنا كيفاش طابت هذيك لاكيش، تجي ما شاء الله. شوفوا حميمره والطيب من الداخل، الله يبارك. من فضلكم ما تنساوش ديروا جيم، ابونيو القناه وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل ما هو جديد. في البدايه نروحوا نديروا الجو. شوفوا عندي هنايا كيلو تاع التفاح اللي كنت قشرته نقيته، وهنايا جبت حبه تاع القارص نقيتها كامل من هذيك القشره ديالها، وهذوك لي تروك بيوضه كامل نحوهم باش ما تعطيناش المروريه للجو ديالنا. من بعد نجيب اون كاسرول تكون دو بريفيرونس تاع لينوكس، نحط فيها الكميه تاع التفاح، نحط فيها كذلك هذيك الحبات تاع القارص ونعمرها بالماء. انا درت لها اطرا ونص. كي تغطات لي هذيك لابوم كامل بالماء حبست، حطيتها فوق النار، نقصت عليها وخليتها تغلي لمده 10 دقائق، ما نطولش عليها، احنا نحوسو برك يطرنا هذاك التفاح باش نرحيوه. كي نحيته من النار ضفت له هنا فنجال تاع السكر، ودرت له عصير تاع حبه قارص كبيره، حبه كبيره. ومن بعد جبت البغا ديالي ورحيت كامل هاد المقادير. نتوما اللي عندها البلاندر تحطوه في الطاس تاع البلاندر وترحيه، حنا المهم يترحى مليح. فوالا شوفوا القوام ديالو هنا كان ثقيل. زدت له كميه تاع الماء، من بعد زدت رحيته بالبغا باش يتجانس كامل الخليط، وحطيته في الثلاجه يبرد. مور ما برد لي هذاك الجو ضفت له هنايا حبه ونص تاع البنان، وزدت رحيته وقاعده ندوق فيه، لقيته شويه حامض، ضفت له 2 ملاعق تاع سكر. فوالا المهم حنا نقعدوا ندوقوا حتى نلقاو القوام المناسب للجو ديالنا. هنا تقعدوا تشوفوا اذا جاكم ثقيل تقدروا تضيفوا له كذلك الماء. من بعد بديت نصفي فيه باش نحيلو هذاك الزايد تاع اللي رحيناه تاع التفاح باش تجي لا تكستور تاعو مليحه. هاوليك لو جو تاعنا نحطوه يبرد ومن بعد نقدموه للاطفال. شوفوا المقادير تاع لي كيش. عندي 2 حبات بيض، عندي كاس تاع الحليب، هنا عندي كاس الا اسبوعين تاع فرينه، 2 ربطات تاع السلق اللي كنت طيبتهم، شويه دجاج اللي كنت تاني تقليته درت له توابل تاع الدجاج، وهنا عندي حبه بصل صغيره تاني دبلتها، عندي الكميه تاع الفرماج اللي تحبوها، وعندي شويه لا لوفور. نجيبو في الريسيبيون تاعنا هذوك 2 حبات بيض، نضيف لهم كاس تاع الحليب، نخلط كامل المقادير في بعضها، نضيف لها هذيك الفرينه ونخلط كذلك، ومن بعد نزيد لهم هذوك 2 ربطات تاع السلق اللي كنت عصرتهم مليح من الماء. فوالا وما نديروا لهمش الملح، سورتو ما ديروش الملح للسلق. نكمل نخلط بالفوي المقادير. هنا ضفت هذيك البصل اللي كنت دبلتها، درت لها شويه الملح البصل، وهذاك نص تاع صديره درت لها كذلك الملح والتوابل، درت نص كيس خميره كيميائيه، وضفت لها الجبن، ونخلط كامل المقادير كيما راكم تشوفوا. انا ما ضفتش الملح باسكو على بالي لو فروماج راهو مالح، وهذاك الدجاج والبصل مالحين. نتوما اذا حبيتوا ديروا في الكحل وتزيدوا شويه ملح ديروهم. هنا جبنا المول اللي كنا دهناه، انا دهنتهم شويه مارغارين، ومن بعد بديت نعمرهم باللاباغي ديالنا تاع لاكيش، ما نعمروهمش حتى للفوق، نخليو واحد الفراغ هكذايا، ونضيف لهم شويه فروماج من الفوق اختياري طبعا. والدجاج ثاني اختياري، تقدروا ديروهم بلا دجاج، ديروهم غير بالسلق ثاني تيجوا بنان. نمسح مليح هذاك لو بلاطو كيما شفتوا هكذايا باش ما يتحرقناش، وكذلك درت في المول تاع سيليكون. نتوما ما تتقيدوش بالليمول، يعني المول اللي يكون عندكم تقدروا تستعملوا هذه الوصفه. نكمل كامل كميه وندير لها كذلك الفرomage ونحطها دون ان بلاطو هكذايا ونخليها تطيب. مدة الطهي 20-25 دقيقة حتى تحمر مليح مليح. نتوما خلوها دير اون كروت هكذايا ملتاح، ومن بعد كي تخرجوها ما تنحوهاش توت سويت، خلوها قبل تتندى هكذا، ومن بعد تقدروا تنحيوها فاسيلمون. وهاوليك الجو ديالنا طبيعي يجي ما شاء الله. وكذلك لي كيش تاعنا جو روعة في البنة.
لازم علينا دايما ندخلوا الخضر والفواكه في التغذية تاع الأطفال. نتمنى هذه الوصفات تكون نالت إعجابكم وتجربوهم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.